السلام عليكم. الف مبروك لمنتخب مصر، فوزوا النهارده على منتخب بلجيكا تاني العالم 2-1. انا بس كنت عايز حاجه اذكرها كده، حاجه بسيطه للاعلام بتاعنا. كل ما يجي مدرب يقول لك والله دي القماشه اللي عندنا، مثلا كوبر كان يقول لك ليه انت ما بتهاجمش يا كابتن كوبر؟ يقول لك اصل دي القماشه اللي عندنا ان انا ما اقدرش اتقدم شويه او اضغط من قدام علشان ما يحصلش ليا اخسر بنتيجه هزيمه. هي نتيجه كبيره يعني. هو ده نظام كوبر يا جماعه. هو كوبر اصلا في كل الفرق اللي بيلعبها او بيدربها هو نظامه كله دفاع. تعالى على كروش. لما جه كابتن كروش قال لك ايه؟ قال لك انا ما اقدرش اهاجم، ما اقدرش اضغط من قدام. ليه؟ اصل لعيبه منتخب مصر محتاجين يتدربوا على الاساسيات في الكوره. يخرج بقى كابتن ابراهيم فايق ويخرج بقى الكابتن شبور وسيف زاهر الاعلام بتاعنا يعني يقول لك هي دي القماشه اللي عنده، هيعمل ايه؟ ما كتر خيره. طب فيتوريا هي نفس اللعيبه، هو الاجمالي كله فكر مدرب. الراجل فيتوريا قاعد بره، اكرم توفيق الحته ناحيه اليمين اللي عنده دي هازارد